بتحس بدوخة والدنيا بتلف بيك، بتقوم من مكانك وبتحس انك هتقع. ابنك بيقع فجأة في المدرسة، مراتك بتدوخ وهي واقفة بتطبخ. ده مش دلع، ده جرس انذار. الضغط الواطي مش حاجة بسيطة، وما تفرحش انه ضغط واطي ومش عالي. استنى واسمعني في ثواني لحد ما تعرف ايه اللي ممكن يعمله في جسمك، واحكم بنفسك. راسك بتلف ودايخ وحاسس ان قلبك بيجري او بيقف لحظة، ودانك بتصفر، ايديك ورجلك بردانين، وفي لحظات كل حاجة حواليك ضبابية، وأما تحاول تتحرك تلاقي نفسك وقعت على الأرض من غير ما تحس، وتصحى تلاقي وشوش حواليك قريبة بيسألوك أنت كويس؟ هو ده الهبوط ومخاطره. ويلا ركز لي في الفيديو عشان تحمي نفسك وتحمي اللي حواليك. يعني إيه ضغط واطي؟ يعني الدم مش واصل للمخ ولا لأعضاء الجسم، لا بالقوة ولا السرعة الكافية، والنتيجة الأكسجين بيقل. ساعتها المخ يقول لك استنى، أنا مش لاقي اللي محتاجه. الموضوع ده مش بيجي من فراغ، في حاجات بتسحب الضغط لتحت من غير ما تحس. بتشرب ميه قليل، بتاكل قليل، عندك نقص املاح ومعادن. الدم محتاج حجم وسوائل عشان يوصل في كل حته، واما الحجم يقل الضغط ينزل. عندك انيميا مش دريان، عندك مشاكل في الغده او ملخبط في العلاج بتاعها. ممكن ادويه معينه زي مضرات البول وادويه الضغط العالي لو اتاخدت غلط تعمل هبوط. اوقات لو قمت بسرعه من على السرير او القعده الدم بينزل في الرجلين، والمخ ما بيلحقش يرجع الضغط طبيعي بسرعه. اكيد السهر والاجهاد والمجهود في الحر يسبب هبوط. اوقات حالات نزيف او ترجيع شديد او اسهال حاد زي حاله التسمم الغذائي تسبب هبوط حاد. كل الاسباب دي بتخلي الدم يقل حجمه ويقل حركته، والمخ اول حاجه تشتكي. وصدقني في الصيدليه شفت مواقف ما تتنسيش. مريض قلب اخذ جرعه دواء ضغط زياده بالغلط، عمل له هبوط حاد وكان محتاج اسعاف فوري. حامل كل ما تقوم من السرير تلاقي الدنيا بتسود قدامها، ضغطها طلع 80 على 50، وده طبيعي في الحمل لكن محتاج متابعه دقيقه. بنت عامله دايت قاسي، في جسمها فقط طاقه وسوائل كتيره، عمل لها هبوط حاد. طب تعالى نعرف نلم الهبوط بسرعه ازاي. اشرب ميه كتيره طوال اليوم، مش بس لما بتحس بعطش. شويه ملح في الاكل بحساب، وكل ساعتين او ثلاثه، وركز على البروتينات والخضار والفاكهه. اهتم بانواعه اللي بتعالج الانيميا زي الكبده، السبانخ، اللحمه الحمراء، البيض، ومعاهم فيتامين سي زي الليمون والبرتقال عشان يساعد جسمك على امتصاص الحديد. ما تقومش من على السرير او القعده مره واحده، قوم على 3 خطوات. الحركه دي بتدي فرصه للدم انه يوصل للمخ كويس ويمنع الوقوع او الدوخه. الهبوط العادي بيتظبط بالنصايح اللي قلناها، بس لو الهبوط فيه اغماء شديد وفقد وعي، الم شديد في الصدر، ضيق نفس، تشنجات ولخبطه في الكلام، الهبوط ما بيروحش وما بيتحسنش بعد الاكل والشرب، ساعتها ما نستناش ولا دقيقه، طوارئ مستشفى فورا، ما تسكتش. الهبوط اللي بيتكرر من غير ما نعرف سببه